طبعا اول حاجه نبدا بيها البصل، علشان هناخد الزيت بتاعه نستخدمه في كل حاجه بعد كده، ما هو مش افترا يعني، ما يبقاش مواعين وكمان طن زيت. بنقطع البصل شرايح رفيعه قوي على قد ما نقدر علشان يطلع مقرمش. انا بقطعه بالقطاعه البطاطس الشيبسي، لو مش موجوده عندكم ممكن نقطع بالسكينه عادي، بس تكون شرايح رفيعه. وبستخدم البصل الابيض على سخن الزيت، ولازم كميه الزيت تكون كتيره، حوالي كده نص لتر علشان يتقلى كويس، وهنستخدمه في باقي الوصفه. بنزل بقى بالبصل وبقلب كويس قوي علشان افكه من بعضه، وكل شويه بفضل اقلب فيه علشان ما يتحرقش لغايه قبل ما يوصل للون اللي احنا عايزينه. بنطلعه علشان السخونيه بتاعته بتخليه لونه يغمق اكتر بعد ما بنطلعه. وهنا المهم بقى نقلبه على طول ونطلعه قبل ما يوصل للون اللي احنا عايزينه، ونحطه على مناديل مطبخ. البصل عشان يفضل مقرمش بعد ما نصفيه على المنديل بنشيل المنديل من تحتيه وبنسيبه يبرد خالص بعيد عن بعضه، وبعدين بنحطه في طبق، ما بنغطوش ولا بندخله التلاجة علشان يفضل مقرمش حتى لو قعد لتاني يوم. معلش بقى طولت عليكم في خطوه البصل ديت علشان مهمه قوي، لانه مش بيطلع مظبوط مع ناس كتير. في الوقت بقى اللي البصل بيتقلى فيه نحط بقى باقي الحلل على النار.